أشرف عليها جمال بلماضي. فاز المنتخب الوطني في الخارج. المباراة التي ستكون فيها الندية وستكون فيها الإثارة رغم طبيعها حنبعل وكذلك العيدوني عيسى في الهجوم، عاشوري إلياس وجبالي ما أشرنا يبحث عن انتصار التونسي. من هناك انطلاقة من حداري من هذه الهجمة المرتدة من جبري حنبعل. حداري كرة عودة موفقة من جيتون. الخطر حذاري من الكرة هذه والثنائية. عودة الدفاع عن طريق أحمد طوبة. تونسية الكرة تسترجع من شعيبي يحتفظ بالكرة ويلعب على الجهة اليمنى أن يوجد رياض محرز. رائع رياض، ممتاز رياض. خدا الكرة هذه بمراوغة، لم يكن للمدافع التونسي خيار آخر سوى ارتكاب المخالفة. هيا كيف تخلص منه رياض، ولكن طلبي منتصر لم يعرف كيف يوقف رياض سوى بارتكاب هذه المخالفة. لاعب نادي الكون الفرنسي. مرفوعة الكرة من علي العبدي، الراسية أمام أنظار الجميع. يتمكن هذا طلبي منتصر من افتتاح باب التسجيل لمصلحة المنتخب التونسي في حدود أثناء حيرة وردة فعل طبيعية من جمال بلماضي على الطريقة التي سعد بها منتصر طلبي وتمكن من اقتناص الهدف الأول لمصلحة فريقه بعد الكرة الثابتة من ركن، يعني الركنية الثالثة كانت ثابتة، والهدف الأول للمنتخب التونسي في حدود الدقيقة 13 من بداية المباراة. من حيرة الدفاع الجزائري سنشاهد ربما الهدف وكيف أتى منتصف 20 هدف مقابل 0 لمصلحة المنتخب التونسي. يتركها رياض بن رحمة يلعبها جميلة، كرة هدف، كرة صعبة. مرت الكرة هذه بسرعة. رياض ربما غير راضي عن المهاجمين الذين لم يتابعوا كيفية تنفيذ الكرة، لأنه مع بن رحمة لعبها له بسرعة ولو واحد قدم رياض. رفع الكرة هنا اصطدمت بالدفاع. رياض لم يكن راضي عن قرار الحكم وليس عن المهاجمين لأنهم تابعوا الكرة. شارك له 36 سنة هذا حامل أو 26 سنة عفوا. رياض محرز يلعب قصيرة مع جيتون، راحت من شايبي لجيتون. شايبي هذا إضافة حقيقية بغض النظر. إنها ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الوطني. إنها ضربة جزاء يعلن عنها الحكم الموريتاني. هاي الكرة لعبها بيده فعلا، الصورة واضحة. نوفل شيطة فاليري يان وقع في المحظور وروض هذه الكرة بيده والصورة واضحة، وبالتالي ركلة جزاء لمصلحة المنتخب. لعبها بيده ولمسها بيده وخذاها بيده وحاول يخرج بها بيده، يعني حتى نقول بأن الصورة هذه واضحة وضوح الشمس. طبعا لقطة تفاعلت مع الجماهير العنبية. إسلام سليماني الهداف ما زال ساقط على أرضية الميدان، ورياض محرز يتهيأ لتسجيل الهدف رقم 30. دحمان رياض ودحمان. رياض يتقدم لتوقيع الهدف الأول لمصلحة المنتخب الوطني. رياض 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 رياض، ما أروع رياض، ما أروع رياض، ما أروع رياض. يا غوارديولا، يا غوارديولا، ماذا يقول حكم المباراة؟ غوارديولا الذي لم يقحم رياض في النهائي يرد بهدف رائع وممتاز يعدل به النتيجة لمصلحة المنتخب الوطني بهدوء تام. رياض محرز هو رياض سقط وسدد بقوة بامتياز وضعها
ماذا هناك؟ هل تقول لحكم المباراة بأن رياض محرز سقط قبل أن يسدد؟ ماذا؟ كرة يصل عليها عاشوري الياس، عاشوري الياس جبري حنبال يلعب مع كشميدة، توزيعين أنت يا زغبار. هذه المرة المتابعة من جيتون الجمهور خاصة وأنه سجل ثنائية في المباراة الماضية. حذاري من هذا الخطأ وحذاري من هذه الكرة وحذاري من هذا الهدف وعودة الدفاع. عودة الدفاع ويتوغل في الثالثة ويضيع في الرابعة. لا ما زالت الكرة صعبة لصناعة المنتخب الوطني. زيد يا أحمد يا توبة. رياض رجل لرجل، رياض هي كرة رياض، هي كرة رياض. ما أروع كرة رياض. القائم الأيمن ناب على دحمان. هاي الكرات، هاي خطورة رياض. قلنا لما يكون على مشارف منطقة العمليات يأخذ برجله اليسرى السحرية يهيئ ويسدد. وكاد الثاني لولا القائم الوار. تمريرة رايحة لبونجاح، راح بونجاح والشيبي وليس بونجاح. ما أروع من تسديدة يخرج كامل البراعة وكامل المهارة يا دحمانة. هاي كرة شيبي، كرة الرائع هذا بتسديدة قوية كاد يضيف الثاني. هي تسديدته الثانية في المباراة. التوزيعة من العيدوني عيسى، ما زالت الكرة تونسية. التمريرة من العيدوني عودة الدفاع. حكم التماس يرفع الراية. حكم عواري غير الجناح لرياض. هل توصل لرياض ويروضها فعلا الآن؟ هو رياض مرت على الجميع هذه التوزيعة، مرت على فوق الرؤوس. هذه الكرة علت وابتعدت. كرة رياض محرز التي وإن وصلته الكرات يخلق الخطر سواء بالتمريرات أو بالمحاولات والتسديدات في مباراة معيار حقيقي بتونس. التتويج الوحيد بلقب نهائيات كأس افريقيا. كرات العالية مهم جدا لنا أن لا نرتكب الأخطاء على مقربة من المرمى، لأنه الكرات العالية يتفوق فيها هؤلاء اللاعبين التونسيين. أثبتوا قوتهم في الكرات العالية. الكرة هذه إلى الركنية، هلا بعدها من هي دفاع الجزائري كاد يسجل في مرمى مصطفى الزغبة في الكرة الأخيرة. مرت الكرة بسلام على إطار مرمى، أيضا قادرة على خلخلة الدفاع التونسي. هذا الشيبي يلعب مع مادي لريس، يطلبها رياض في المكان الذي يحبده، يخرج له المدافع، تعود للشيبي يرفعها في القائمة الثانية. راسية من بونجاح جاته في أفضل وأحلى الظروف، ولكن التعامل مع الكرة من بونجمترية ورياض أو من مادي لريس ما يعطي رياض يراوغ داخل المنطقة. هي التسديدة القوية على الكرة هذه من عمورة محمد. وفعلا ينتهي الحوار بالتعادل السادس عشر بين المنتخبين. مجهودات كبيرة من اللاعبين، حاولوا تقديم الأفضل، ولكن نهاية الموسم هذا ما قدموه. شكرا لكم على صور الروح الرياضية بين اللاعبين. شكرا لكم أيها السادة والسيدات.